السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أنشيلوتي: من الطبيعي فوز ميسي بالأفضل في العالم. يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه من الطبيعي فوز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم، ويستعد الميرينغي لمواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا غدا الخميس. وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عن حفل جوائز دو باست: بطولة كأس العالم لعبت دورا كبيرا والأرجنتين كانت الأفضل، ومن الطبيعي أن يفوز ميسي ومارتينيز وسكالوني بالجوائز وأهنئهم. يذكر أن ميسي فاز بالجائزة متفوقا على مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما الذي يرى أنه الأحق بها. وتابع: نستعد للمباراة بثقة ويجب أن نلعب مباراة متكاملة في الهجوم والدفاع، ونحن قريبون من التأهل للنهائي. وأضاف: تطور فينيسيوس هو جانب إيجابي والاعتماد عليه أمر طبيعي لأنه في الوقت الحالي أحد أفضل اللاعبين في العالم. وأوضح: أراوخو مدافع قوي للغاية وستكون مواجهته ضد فينيسيوس ممتعة جدا.